الحقيقه من بعد ما عرفنا ان الاهلي تعاقد مع وسام ابو علي اللاعب الفلسطيني اللي بيحمل الجنسيه الدنماركيه، وعرفنا الارقام بتاعته انه عنده 25 سنه والدنيا دياتي، وحبيت اشوف المهاجمين اللي كانوا من ساعه ما مشى فلافيو امادو فلافيو اللاعب الانجولي، وحبيت اعمل احصائيه على المهاجمين اللي جت النادي الاهلي من ساعه 2009 لحد 2023، واخرهم كان موديست اللاعب اللي مكسر الدنيا واللاعب اللي خاربها معانا. فكان اللاعب الاول من بعد ما مشى فلافيو كان اللاعب الليبيري فرانسيس دي فوركي، اللاعب اللي بصراحه ما تعرفش هو كان جاي يعمل ايه، وحتى لما جو مشى يعني لا ارقام ولا اداء ولا احصائيات ولا كان في اي حاجه. ولما بعد كده تعاقدوا مع محمد غدار اللاعب اللبناني اللي لعب 5 مباريات، وبعد كده خد بعضه برضه مشى مع فسخ، بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الاهلي وبين اللاعب. برضه اللعيبه اللي ما تعرفش، والحقيقه اللي تثبت لك ان العين اللي بتجيب اللعيبه وبتجيب المهاجمين هي ما اتغيرتش، يعني من سنه من 2009 لحد 2023 تحس ان هو العين اللي بتجيب. وبعد كده راحوا تعاقدوا مع الايفواري اوسو كونان، اللاعيبه برضو اللي تحس ان انا اول مره اسمع ان في لعيبه بالاسامي دي، يعني اوسو كونان فرانسيس ديفوركي، اللعيبه دي كلها انت ما تعرفش هي جات الاهلي متى ومشت متى، من قله المشاركات ومن قله الانتاج اللي قدمته، او من قله العطاء اللي قدمته النادي الاهلي في الفتره اللي قعدتها. ولما حتى تعاقدوا مع الاسيوي وصلاح الدين سعيدو، برضو الارقام لما تيجي اقسم بالله انا الارقام دي بتاعت اللعيبه اللي بسميها لك كانت حاجه تكسف، حاجه يعني انا لو حبيت اعمل لك عليها حاجه ما تقولش ان ده فريق او ده لعيب جاي يلعب في نادي القرن الافريقي او في احسن نادي في القاره. ولكن لما تيجي بعد كده النيجيري بطريقه ايدي، يعني انت لما تيجي تبص على اقسم بالله اسامي يمكن انت وانا اول مره نسمع عنها، ولكن ما علينا. ولا بعد كده يعني ممكن تكون اتحسنت شويه بعض الشيء لما جابوا انتوني جون انطوي اللاعب الغاني اللي كان جاي من النادي الاسماعيلي، كان مقدم اداء حلو في النادي الاسماعيلي، حتى لما جه عندنا في النادي الاهلي ممكن يكون في 29 مباراه مسجل 10 اهداف وصنع صنع 3 اهداف، فكانت الارقام مش اللي هي. فبعد كده راح مصر المقاصه والدنيا دي، بعد كده راح جايبين مالك كوفونا ممكن يكون هو افضل لاعب او افضل الصفقات اللي من المهاجمين دي كلها، من بعد واحد زي امادو فلافيو وما مشى. مالك كوفونا واشهر هدف فيه طبعا هدف اللي جابه في ماتش القمه بتاع الاهلي والزمالك بين 3 لعيبه وراح حطها في البعيده احمد الشناوي على ما اتذكر، ولكن جاب ارقام ممكن تكون برضه مش اللي هي 13 هدف و5 اسيست في 31 مباراه، فكان ممكن الارقام مش هي. ولكن لما جاله عرض من الفريق الصيني ومشى وكان العائد المادي النادي الاهلي كان حلو، فعشان كده الاهلي ممكن يكون ما خسرش فيه ماديا، ولكن برضه احنا ما استفدناش حاجه كفريق وما استفدناش حاجه منه بطولات. ولكن حتى بعد مرور الوقت وحبينا نجيب المهاجم اللي ممكن كنا متوسمين في خير، اللي هو الايفواري من كوت ديفوار سليمان كولوبالي، اللاعب اللي كان هرب وراح نجم الساحلي، كان بيلعب حاليا في نجم الساحلي وبعد كده ماشي تاني. ولكن كان اللاعب يعني كان في بداياته كان مبشر جدا، جاب 6 اهداف في 12 مباراه، ولكن البدايات طبعا مش لما تبقى حلوه ساعات، فراح اخذ بعضه وخلع وهرب. وكانت في قضايا لحد دلوقتي اللي خلاه جبنا به بكانو احمد اللاعب كريستو اللي هو هنجيب له خلاص حق بسليمان كولوبالي. وبعد كده عاد من بعده وراح جاي اللاعب اللي ممكن لحد دلوقتي الواحد يكون زعلان عليه، واحد زي وليد ازار اللاعب اللي جه هسدي لك خانه راس الحربه، موجود واحد زي عماد متعب ماشي، ولكن واحد زي وليد ازار على الرغم من الفرصه اللي بيضيعها هو اللي خلاه ماشي، السبب الرئيسي من الفرص اللي بيضيعها. ولكن لما تيجي تبص على ارقامه لعب 89 مباراه وسجل 41 هدف وصنع 16 اسيست، المهاجم الوحيد اللي افضل اللي هو كان واخد هداف الدوري في الدوري المصري برصيد 18 هدف على ما اتذكر. ما فيش واحد محترف، حتى فيلافيو نفسه ما وصلش الهدف ال 18 في النادي الاهلي في الدوري المصري، او ما فيش اي مهاجم تاني جه في الدوري المصري عدى الرقم بتاع وليد ازارو. ولكن حتى الحقيقه الرقم الثاني اللي حسب له ان واحد زي وليد ازارو في ماتش النجم الساحلي 6-2 الماتش الشهير بتاع 2017 بتقريبا او 2018 اللي هو كنا مهزومين هناك 2-1 وجينا هنا فزنا 6-2 المباراة الشهيرة بتاعت عصام عبده ودي عصام الشوالي. ولكن الغريب ان برغم انه هداف المواجهات المباشره بين الاهلي وبين النجم الساحلي، ولكن مع ذلك في البطوله اللي هي نفس البطوله اللي لما قطع في تيشيرت النادي الاهلي، وما اظن ان رحيله مش هو اللي ضيعت الفرص او اداؤه، لانه هو على الاهداف والاحصائيات اللي كان يجيبها في النادي الاهلي لا ما كانت تشفع له انه يكمل موسم 2 و3، خصوصا ان هو لاعب صغير في السن، خصوصا ان هو لاعب مش بتاع مشاكل داخل الملعب او خارج الملعب، خصوصا انه برضه اداؤه الفني كان يعني الحقيقه تضييع الفرص
غلطه تحسب له هو ان هو موجود في المكان اللي بيخلي الكره تجيله او بيخليه الكره توصل له وبيخليه بيضيع فرص. يعني في لعيبه ثانيه بتتضرر، في لعيبه ثانيه واحد زي انطونيو موديست حاليا مش قادر يلمح، تحس ان هو بثلاث تجناب او باربع تجناب، مش عايزين يخشها في التقيل. ولكن اللعيبه اللي زعل عليه واحد زي وليد ازارو، ولكن بعد وليد ازارو مشى والدنيا ديت وكنا برضه ما فيش وماشيين نخبط في بعضينا، ورحنا جايبين عمنا اليو بادجي. اليو بادجي اللاعب اللي ممكن يكون ما خدش اي فرصه ليه في الحياه في النادي الاهلي، والوحيد اللي ممكن تزعل عليه مع وليد ازارو هو اليو بادجي. اليو بادجي اللي ممكن كنت تشوف المباراه الشهيره بتاعت النادي الاهلي والزمالك اللي اتهزم فيها النادي الاهلي 3-1 بالهدف اللي جابه هدف مصطفى محمد واحمد سيد زيزو واللاعب الناشئ مش فاكر مين بتاع الهدف الثالث للنادي الاهلي لنادي الزمالك. ولكن لما تيجي تبص في المباراه نفسها هتلاقي ان واحد زي اليو بادجي كان افضل لاعب في المباراه، او بالنسبه لي من افضل الهيدر اللي كانوا في اخر 10 سنين لعبوا في النادي الاهلي. يعني انت لما تيجي تبص، لا سيبك من عماد متعب، عماد متعب ده حته ثاني، ولكن لما تيجي هو تبص واحد زي اليو بادجي المباراه بتاعت 3-1 اللي اتهزم فيها النادي الاهلي، كان واحد زي محمد ابو جبل كان اعتبر رأي المباراه بالنسبه للي عمله من اليو بادجي. اليو بادجي اللي 3 كور منه، واحده في القائم واثنين صادتهم محمد ابو جبل، شايلهم ببراعه من الجول، اهداف محققه. يعني تقدر تقول 3 اهداف يعتبر محققين مضيعهم اليو بادجي براسه بس. فهو لاعب كان هيدر عالي جدا، ما كانش فيه اي واحد اساسا من اللعيبه اللي ذكرتها لك دي كلها باستثناء واحد زي وليد ازارو ممكن يكون بعد الشيء بيلعب براسه احلى، ولكن اليو بادجي في حته ثانيه في بالراس. بعد كده رحنا جايبين عمك ولتر بوليا من فريق الجونه، كان مكسر الدنيا، ممكن كان هداف الدوري ولتر بوليا مع الفريق الجونه. ولكن لما جه النادي الاهلي قلب بطه بلدي، كان الهدف الوحيد اللي افتكروه اللي هو الهدف بتاع ولد دجله او الانتاج الحربي، والله مش متذكر، ولكن يا ولد دجله الانتاج الحربي الهدف اللي كنا بننافس عليه الدوري اللي خسرناه في 2021 باين، والعلي معلول عمل له الكروس من قبل نص الملعب وعمل له الكروس وجاب الهدف الفوز في الدقيقه 95 او الدقيقه 94. هو دي الحاجه الحسنه الوحيده اللي الجمهور الاهلي ممكن يفتكر واحد زي فيها زي ولتر بوليا. ولكن بعد كده دخلنا على التغيير واحد زي موديست اللي ممكن من ساعه ما جه وان احنا كنا متوسمين فيه خير، بخصوصا ان هو كان بيلعب في فريق زي بروسيا دورتموند، وكان جاي خليفه لواحد زي هالاند، او كان بيسد خانه لواحد زي هالاند بعد ما مشى من بروسيا دورتموند وراح الى مانشستر سيتي. ولكن لما جه عمق موديست وشفنا اداؤه وشفنا تحركاته وشفنا الخرا اللي بيقدمه في الملعب، يعني كل احلامنا وقعت على فشوش وما كانش فيها اي حاجه من ده كله. بص الاخر في الاول والاخر تبص تلاقي ان اللعيبه دي كلها تحس ان هو اللي جابها واحد بس وعين واحده بس هي اللي جابت اللعيبه دي كلها من ساعه ما قلت لك من 2009 لحد 2023، واخرهم واحد زي موديست، والدنيا كلها بايظه معنا في راس الحربه. اللهم الا اثنين، واحد زي وليد ازارو واحد زي اليو بادجي، والباقي كله اردم وحط على جنب. اما عاد اللعيب اللي احنا بنتكلم عنه وين كانت الحلقه دي المهم المفروض عليه واحد زي وسام علي. وسام ابو علي اللاعب الفلسطيني، اللاعب اللي من اصول فلسطينيه، واللاعب اللي واخد الجنسيه الدنماركيه وبيلعب في الدوري السويدي حاليا، واللي جايب احتضر 10 اهداف وواحد اسيست في 16 مباراه، ولكن عشان مساهمه في 16 مباراه ممكن يكون رقم جيد جدا وممكن يكون ممتاز. ولكن هل هو واحد زي وسام ابو علي ممكن يكون اداؤه في الملعب حلوه وممكن يكون متفائل بيه؟ اقول بصراحه لما شفت له فيديو يعني حاجه ممكن تكون حاجه يعني بديهيات كده، وممكن يكون شغال داخل الملعب. اول حاجه واحد زي وسام ابو علي بيلعب في المركز راس الحربه، ولكن راس حربه مش اللي هو الكلاسيكي اللي هو واقف في ال 18 ومستني الكوره تجيله، لا هو ممكن يكون هو بيتحرك وبيطلع بره ال 18 وبيخش جوه ال 18 وبيجيب اهداف من على الجناح. يعني ممكن تقول اشبه من كل واحد زي بيرسي تاو اللي تشوف انت ساعات بالجناح وساعات بيروح جاي من الجناح وداخل ال 18 ومسدد وجايب اهداف. واحد زي وسام ابو علي في حته زي بيرسي تاو، ولكن الحته اللي تميز وسام علي ان هو بيلعب براسه حلو جدا. لما شفت له هدف، والهدف دلوقتي بصراحه انا امكانيات على كتفي فمش هقدر اعرض لك الهدف وما عنديش امكانيه ان اعرض لك الهدف، اللي هو الكره كان جاله كروس من على ايده الشمال على ايده اليمين وخلاص اللي هو تقدم عن الكره راح راجع براسه راح لعبها في الزاويه البعيده في المقص، الحارس ما قدرش يعمل اي حاجه. فهي دياتي اللي تثبت لك ان هو لاعب هدر عالي جدا. ولكن اتمنى انه ما يكونش هيتر بس، ان ممكن ان ما يبقاش الفيديوهات اللي بنشوفها على طول والدنيا دي، لا اتمنى لما يجي الاهلي ان شاء الله يلقى الدعم الفني الدعم من زمايله في الملعب، الدعم من الجمهور، الدعم من المدير الفني، والدعم من الاعلام اللي ممكن يكون هو اللي بيموت اي لاعب دخل عندنا في النادي الاهلي. ولكن دي كانت حلقه عن المهاجمين النادي الاهلي، واتمنى ان واحد زي وسام ابو علي اللي هو بيفكرني باهلنا في فلسطين، اتمنى ان هو يجي يقدم حاجه حلوه نفتكروا بيها فيما بعد، واتمنى ان هو يقدم موسم والثاني والثالث ويتالق مع النادي الاهلي،
وفي النهايه لو كانت اللعيبه اللي سميتها لك دي كلها عايز تشوف عنها ارقام، ممكن تقول لي او ممكن تبعت لي، ولو عجبك الفيديو اعمل لي اشتراك.